زمان العرب كانوا بيعرفوا الفرق بين الحيوانات اللي بتولد والحيوانات اللي بتبيض بطريقة غريبة جدا. الطريقة دي إنهم كان عندهم قاعدة بسيطة بتقول: كل شرقاء ولود وكل سقاء بيوض. يعني مثلا إيه، لو جينا في الحيوانات، هل السلحفة بتولد ولا بتبيض؟ البقرة بتولد ولا بتبيض؟ السمك بيولد ولا بيبيض؟ هنا نيجي لأول قاعدة، وهي كل شرقاء معناها ليها ودان. يبقى هنا البقرة ليها ودان فبتولد، الأرنوبة ليها ودان فبرضه بتولد، مرات الأسد ليها ودان إذا برضه بتولد، وهكذا بقى. مثلا كمان في الطيور، أنثى الخفاش رغم إن هي طائر ومع ذلك ليها ودان فطبعا بتولد. القاعدة التانية بقى واللي كانت بتقول السقاء، السقاء هنا يعني اللي ملهاش ودان، زي مثلا السمك، السلحفة، التعبان. طبعا دول ملهمش ودان، فكده يبقى كل دول بيبيضوا. خد بقى القاعدتين دول وطبقهم على كل الحيوانات في الطبيعة. لو أول مرة تعرف المعلومة، ما تنساش المتابعة والكومنت. سلام.